السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في إيطاليا استوقفني وأنا في إحدى الزيارات لهذا المبنى الذي فيه الذين هم من أثر المخدرات أصيب شيئا في عقلهم، مثل ما عندنا في السعودية مستشفى الأمل من أثر المخدرات. ولكن الذي استوقفني وألفت انتباهي النظافة، الترتيب، العناية، بل الأدب والأخلاق والتعامل مع المرضى أنفسهم. نفس المريض تجد من الأدب والاحترام والاستقبال ما الله به عليم. وأيضا الذي استوقفني واستغربت منه أن أكثرهم كبار في السن 40 وما فوق. فوجدت في هذا المبنى كما تشاهدون في ميزات جميلة، وسائل الترفيه، النظافة، أيضا فيه ميزة لا يخرجون بتاتا. الرسالة الذي أريد أن أوجهها لكل من يسمعني في السعودية، يعلم الله يتقطع قلبي وتدمع عيني عندما نجد الذين من أثر المخدرات قد سلبت عقولهم وصارت عقولهم خارج التغطية. هذا لو قتل لا يحاسب، هذا لو سرق لا يحاسب. كم من جرائم القتل فعلوها، وكم من جرائم السرقة والفواحش فعلوها وهو ليس له عقل. السعودية قادرة بإذن الله بثروتها أن تعمل لهم ملاجئ ومستشفيات، تزيد في كل منطقة مستشفى، تعمل لهم حظائر، تعمل لهم محبسا حتى يصرفون الناس من شرهم ومن خطورتهم، وأيضا حتى يتعالجون. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق ولاة أمرنا والمسؤولين عندنا لهذا العمل الذي والله هو من أمنياتي أن نجد في كل منطقة ملجأ إخوان. ويا أخواتي أيضا أوقفني هذا الرجل، انظروا، هذا مدمن وانتهى شيء من عقله، ولكن عنده ميزة عظيمة، استقبال، أدب، أخلاق. وأيضا من ميزته قبل قليل أسمعناه قرآن فقال إني أرتاح، يعني وجد الراحة التي لم يجدها عند الأطباء والممرضات. يقول وجدت الراحة في ذلك الأذان عندما سمع الأذان، وهو لا يعلم، هو يعلم عن الإسلام ولكن لا يعرف شيء. يقول شعرت بسعادة وراحة لا يعلمها إلا الله عندما سمعت الأذان. الشيخ عبد الجليل اسأله، قل قبل قليل عندما سمعت الأذان اسأله بالإيطالي ماذا تشعر؟ ماذا شعرت؟ Quando hai sentito la chiamata di Ledan, cosa hai sentito nel tuo cuore? Felicità. La felicità. Che tristezza. نعم، هو يقول بأنه حس بالراحة وحس بالفرح، قلبه بيفرح. Chiama per la preghiera. Perché bello? Cosa senti al cuore? Felicità. La felicità, la tranquillità. Bravo. يمكن بحس بقلبي اللي بحس بالراحة. الكل يحس بالراحة بالقلب. طيب هل هو مستعد أن يسلم أو يفكر في الإسلام؟ أخبر. Sei pronto per entrare in Islam? Sì. Ti piace entrare in Islam? Sì, entrare in Islam, sì. هو مستعد هو بيتبسم مستعد. طيب قل له نريد أن نلقنك الشهادة حتى تدخل في الإسلام. قال لك أنا مسرور. يقول له هو مسرور. نعم. ما شاء الله. طيب قل أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله وأشهد أن عيسى عبد الله ورسوله وأشهد أن الجنة حق والنار حق. الله أكبر. ورض الإله بطاعة يسعدك في دنيا ودين، واحمل بصدرك مصحفا يشرح فؤادك. قل ماذا تشعر الآن؟ هو قال لك الله أكبر. قل ماذا تشعر الآن؟ Cosa hai sentito adesso? Cosa senti؟ Sto meglio. قال لك أنا أحسن في أحسن الظروف. Più felice. قال لك مسرور جدا. الله أكبر. خلاص قل له يغتسل، ثم الشيخ سعيد بإذن الله، هذا الشيخ سعيد جزاه الله خير الذي أحسن ويزورهم كل فترة، بإذن الله سيأتي له بالكتب عن الإسلام ويتحسن. قل له هذا الإسلام هو الإسلام، حرم الخمر وحرم الخنزير وحرم كل. Ho trovato una notte 2 ragazzi musulmani che mi hanno portato con la macchina nera, una macchina grossa nera, mi hanno dato un passaggio da Saremo a Imperia.
ماذا يقول؟ قال لك قال لك في مرة وجدت مسلمين وعملوا في خير، وصلوني بسيارتهم من مكان إلى مكان. يعني أحب المسلمين الاثنين من أجل أن صنعوا له خيرا. نعم، وقال لك وأهدوني القرآن. قل هل أنت مستعد تطبق الإسلام من اليوم؟ Sei pronto per essere musulmano؟ Sì, sono pronto per essere. قال لك أنا مستعد. قل له سوف أسجد شكر لله وأسجد معايا شكر لله أن الله من عليك بالإسلام. قل له. Lui adesso fa una preghiera, tu devi fare come lui, inshallah ta'ala, per ringrazi Allah, a Dio, inshallah. عد للكريم بتوبة واركب جناح العائدين، تلقى السعادة كلها فلنعم درب الصالحين. عد للكريم بتوبة واركب جناح العائدين، تلقى السعادة كلها فلنعم درب الصالحين. نور حياتك بالهدى واسلك طريق التائبين، وعمر فؤادك بالتقى فالعمر محدود السنين. نور حياتك بالهدى واسلك طريق التائبين، وعمر فؤادك بالتقى فالعمر محدود السنين. حددت دربي وامتلكت مهارة لأخوضه والله خير مسددي، ووجدت في قلبي ركاز سعادتي فجعلته هدفي ولم أتردد.